ليه الجامعة كانت دايما مهمة لسوق العمل؟ علشان سببين أساسيين. أول حاجة إنها الجهة اللي كانت تقدر توفر حزمة متكاملة من المعرفة في مجال معين. تاني حاجة إنها المكان اللي يديك شهادة موثوقة يصدقها اللي هيشغلك. إنما الكلام ده اتغير حاليا، المعرفة بقت موجودة في أماكن كتير بكورسات وبالبحث في الإنترنت وبكورسات على يوتيوب. النوع ده بقى بيوفر تنوع في المهارات مش متوفر في الجامعة، وده اللي بيطلبه سوق العمل. الHR في العالم بقى بيدور على المهارات من خلال انتاجك اللي بتعرضه على حساباتك على السوشيال ميديا، وبيتعرف على شخصيتك من هناك اكتر ما بيتعرف عليها من الCV او من الشهادات. الجامعة كمان دورها قل علشان أسباب اقتصادية. الدول اللي فيها تكاليف الجامعة مرتفعة ما بقاش في إقبال عليها لأنها بتكلف الناس كتير جدا بالمقارنة مع اللي بيكسبوه في سوق العمل. في الدول المجانية انخفاض التكلفة بالنسبة لكل طالب اتسبب في انه مستوى التعليم الجامعي ينخفض. الافكار اللي قلتها دي حصيلة خبرة لرجل اعمال امريكي شاب اسمه آدم براون، مهتم بموضوع التعليم. آدم براون مؤلف كتاب اسمه A Promise of a Pencil او وعد بقلم رصاص، وهو الكتاب الافضل مبيعا حسب نيويورك تايمز وول ستريت جورنال. آدم براون كمان ادار مبادرة بنت 200 مدرسة في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، يعني عنده خبرة في موضوع التعليم سواء داخل أمريكا أو خارج أمريكا. المعلومات دي مهمة وأنا بتكلم عن فكرة مبادرة جديدة عملها. فكرة المبادرة بدأت لما فوجئ بحجم الديون الجامعية على مراته واللي هيتأخر سدادها أكتر بسبب الحمل والإنجاب. عمل مبادرة اسمها ميشن يو، وهي بتعتمد على فكرة بسيطة. من خبرته كرجل أعمال ومن حواراته مع غيره وقف على المهارات الأساسية اللي بقى سوق العمل بيطلبها، وهو مقسمها لمهارات مباشرة وغير مباشرة. جمع المهارات المتنوعة دي في كورس لمدة سنة واحدة بحيث انه ما يحصلش اي فلوس من الدارسين لغاية ما يشتغلوا. مش كده وبس، ده مش هيحصل منهم اي فلوس الا لو التحقوا بوظيفة تدفع لهم $50,000 سنويا او اكتر. وقتها هيدفعوا للمشروع 15% من دخلهم لمدة 3 سنين. حد هيقولي الكلام ده في أمريكا، احنا مالنا؟ بالعكس، الحالة الاقتصادية عندنا هتخلي الأزمة أكبر. ما تنسوش انه فرص العمل عندنا أقل وطالبي العمل عندنا أكتر، وبالتالي احنا محتاجين أفكار إبداعية للتعامل مع الأزمة دي. اللي قلته كمان بيطرح علينا أسئلة لازم أصحاب الأعمال يسألوها لنفسهم ويجاوبوا عليها بإجابات عملية. هل أنتم شايفين أن التعليم الجامعي عندنا بيوفر المهارات المطلوبة لسوق العمل؟ هل الأفضل تعديل شروط التوظيف بحيث تركز على المهارات مش الشهادات؟ لكن يفضل أهم سؤال، أنت مستعد ولا لأ؟